السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنعمل كيكة، ونعرف ليه الكيكة بتطلع غامقة من قلبها بعد السوا. هنشوف كده خطوة خطوة وهنعرف الأسباب واحدة واحدة. هنا معايا المقادير الكيكة العادية خالص وهنعملها في الخلاط. أنا بعمل عيارين اتنين، بعمله في صينيتين كبار عشان ما بنحبهاش عالية قوي. معايا هنا 8 بيضات، معايا كيسين فانيليا وكيسين بيكنج باودر وشوية خل وكوباية زيت على سمنة وربع كوباية كده صغيرة عصير برتقانة أو عصير ليمونة اللي عندك. هنجيب الخلاط وهنبدأ نحط فيه البيض. أول حاجة تعمليها في الكيكة عشان تطلع معاكي هشة وطرية وحلوة انك تبدأي بالبيض وتضربيه كويس قوي على قد ما تقدري. طبعا كل الناس عندها خلاط تقدر تضرب فيه البيض، واللي ما عندوش بيجيب المضرب اليدوي وتضربي فيه كويس قوي 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 لغاية ما البيض يبيض، لونه يبيض معاكي. وهنشوف دلوقتي هيبقى عامل ازاي لما نضربه. ضربنا كسرنا البيض كله وحطينا الكيسين الفانيليا بتوعنا، وهنسيبه بقى نضربه على اعلى سرعة هنا، ونسيبه شوية حلوين 10 دقايق كده تقريبا نضربه كويس. لما طول ما البيض بينضرب انا هوريكم كل شوية كده لون البيض بقى عامل ازاي. هنا شوف اللون البيض بقى عامل ازاي، كان بقاله مثلا 5-6 دقايق الخلاط بيضرب عليه، شغال عليه. هنشغل عليه تاني كمان 5 دقايق كده ولا حاجة. كل ما تضربي البيض كويس كل ما الكيكة تطلع عندك هشة وطرية وحلوة. ده من اهم سبب من اسباب ان الكيكة تطلع هشة وحلوة، ما تطلعش مكتومة من جوه. كنت ناسية السكر جبته، ما كنتش حاطاه في الاول مع بداية المقادير. هنا شوف البيض بقى عامل زي الكريمة، عامل فوران من على الوش ولونه فاتح خالص ازاي. هنضربه كمان شوية. بعد ما هنضربه كويس قوي قوي هنحط بقية المقادير ورا بعضها. كل ما نحط حاجة نضرب شوية، نخلط اللي احنا حطيناه. تاني حاجة بتحطيها بعد البيض هو السكر، وتضربي كويس لغاية ما تضمني ان السكر تقريبا داب. هنا السكر العادي بتاعنا الابيض اللي هو حب شوية، ده ما هوش ناعم قوي ولا الخشن قوي يعني. شايفين البيض بقى عامل ازاي؟ قوامه تقيل كمان. انا بحط على ال8 بيضات دول كوبايتين سكر وتقريبا ربع كوباية لان احنا بنحبها مسكرة. وانت السكر على حسب انت بتحبيها ايه، ممكن تحطي كوبايتين وبتطلع مظبوطة وحلوة. بس انا عن نفسي بحبها تبقى يعني بتبقى مسكرة، طعم السكر فيها. بحيث لو شربتيها مع شاي او نسكافيه او قهوة تاكليها معاها، يعني ما تبقى تقليل السكر في الشاي في النسكافيه، تبقى الحاجة معقولة يعني. هنا ضربنا السكر، هنحط شوية بتاع عصير البرتقانة. بيديها طعم حلو وبيعمل ليها ريحة حلوة، ما بيديهاش طعم البرتقان خالص على فكرة، لان يعني الكمية قليلة قوي. بس هي كانت برتقانية عندي ومش راضية تتاكل يعني، فمش هتخسر لو اتحطت في الكيكة. ومعانا كمان ازازة الخل، حطينا شوية خل. هنا زي ما احنا شايفين هنسيبه يضرب بقى كده شوية الحلوين برضو مع نفسه، يعني مش كتير بس يعني 5 دقايق كده لغاية ما نجيب اللبن بتاعنا ونحطه. هنا اهو نحط اللبن. انا عندي لبن رايب،
فعملته باللبن رايب وكان ساقع على فكرة، والبيض كان ساقع، يعني مش لازم البيض بدرجة حرارة الغرفة واللبن درجة حرارة الغرفة، لا اللبن كان في الفريزر ويا دوبك فاكك، والبيض مطلعاه من التلاجة ساعة ما جيت اعمل. يعني دفيان الحاجة مش شرط لنجاح الكيكة على فكرة. هنا خلاص كل حاجة انضربت، وفضيتها على الدقيق، كنت نخلاه وحط عليه البيكنج باودر بتاعنا. انا بختصر لان الكيكة كل الناس عارفاها، ما هياش يعني حاجة محتاجة يعني شغل، بس هو ساعات الكيكة بتقلب مننا ما بتبقاش حلو. بس لو مشيتي على الخطوات دي بالظبط استحالة الكيكة تطلع مكتومة معاكي، او تطلع مش نافشة، او مش حلوة يعني، وتطلع برضو فاتحة من قلبها، لان فتحان الكيكة من قلبها ملوش علاقة بالخطوات دي خالص. هنعرف في الاخر ليه الكيكة بتطلع غامقة من جوه، وهنشوف اللي معانا دي هتطلع غامقة ولا فاتحة. هنا خلصنا، قلبت كويس وبمضرب بيض عادي اهو، ولا بكهرباء ولا اي حاجة. انا عندي الكهرباء وكل حاجة، بس قلت اعملها بالمضرب اليدوي المرة دي. ضربناها كويس اهي بالمضرب اليدوي. هنحطها بقى في الصواني دي. صواني حجمها كبير، انا بحب اعمل فيها، بتسويها كويس. وادي الصينية التانية. انا ما بحبش الكيكة تبقى عالية، بحبها تبقى يعني حجمها وسط كده زي ما هنشوف في الاخر. ولادي ما بيحبوهاش الكيكة تبقى عالية قوي كده، الحجم الكيكة العالي قوي ده بيبقى انتي حاطة كمية عجينة كبيرة في القلب الصينية. انتي بتبقي حاطة نص الصينية العجينة، حطها في نصها تقريبا، نص الصينية العلو الارتفاع بتاعها، فطبيعي هتعلى معاكي كمان. بس انا بحب ارتفاع عادي يعني بسيط حلو. واهم حاجة ان الكيكة ما تبقاش مكتومة من جوه. في كيكة بتبقى عالية وكل حاجة لكن تحسيها مكتومة من جوه، ما هياش زي ما هنشوف دلوقتي كيكة بتبقى عاملة ازاي من جوه، هتلاقيها مختلفة. في كيكة تانية بتبقى مع انها نافشة وكل حاجة بس برضو تحسيها مكتومة. احنا مولعين البوتاجاز من اول ما بدأنا نشتغل في الكيكة عشان الفرن يبقى سخن على درجة حرارة 180 او 200 بالكتير، على حسب سخونية الفرن بتاعك. ادي الكيكة اهي. واهم حاجة بقى ان انتي ما تسيبيش الكيكة زيادة عن اللزوم في الفرن، لان انا سهيت على الكيكة، فده اللي عمل غمقان الكيكة، ده اللي بيخلي قلب الكيكة بتاعك يغمق، انك بتسيبيها تستوي زيادة عن اللزوم، بتسيبيها لغاية ما تستوي كمان من فوق. انا لازم اشغل الشواية في الفرن بتاعي اول ما الحروف بتاعتها تبدأ تستوي. بس انا اللي يعني ايه حصل، جالي ناس البيت فمعرفت نسيت الكيكة، بس الحمد لله لحقتها، يعني ما حصلش حاجة، ما حصلش كارثة يعني. وزي ما احنا شايفين عاملة ازاي من جوه، هشة وجميلة اهي. لا اله الا